هلك أولاده. اشتد عمق الشيطان على أيوب فجمع جنود وأمرهم أن يذهبوا بسرعة إلى أولاد أيوب ومنازل مجتمعين في بيت أخيهم الأكبر يعيدون عنده ويهدموا علم البيت، ففعلوا كما أمرهم. سلوا وفرح إبليس وذهب إلى أيوب وقال له إن ريحا عاصفة خبت على البيت وهدمته، على أولادك وبناتك فماتوا جميعا. فلما تزعل أيوب وقال الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مبارك. فحزن الشيطان بعيد جدا وصار خلل مخزيا من النهر لم يستطع أن يزعزع إيمان أيوب رغم كل هذه التجارب والأحزان التي قد جلب عليه. فكر إبليس أن يسقط أيوب عن طريق زوجته رحمة كما أسقط آدم عن طريق زوجته حواء. فجاء الشيطان إلى الرحمة وذكرها بالغنى الذي تطلعه بالأولاد الذين سبناته عجلت جدا. والأختها جاءت أيوب وقالت له ماذا أنت متمسك بعد كمالك؟ ماذا طلب بعد فقد المال والأولاد؟ فعندما يوعد ما أحس أن الشيطان هو الذي قد يوسوس لها وأثر عليها. فقال لها لماذا تتكلمين كإحدى الجاهلات؟ يعني ما لهاش تجاهل. هل الخبر هل الخير من عند الله نقبل والشر نقبل؟ يا رحمة لا تذكري شيئا من أمور هذه الدنيا كأنها فانية، أما الآخرة تتعدد رحمة هذا. ولما رأى الشيطان لا تخف أن كسر وجهها البلد خازيا قال الشيطان سماه خير رب هيك رأيت صبر وتهوى عبد أيوب وكيف تحتمل ويشكر بعد أن أهلكت أنت كل مال وعبيده حتى أولاد العزاء. فقال الشيطان إن أيوب يعرف أنك أنت تمتحنه وستتضاعف إلى كل ما خسر، والآن صرت على جسده تنام وجهك يبدل. قال ما فقد صرت على جسده ولكن إلى نفسه وعقله لا تضطرب منها. نظر الشيطان بسرعة نفخ في أيوب فصارت النفخة بجد كأنه نار تغير جسمه أحمر كالدم ثم ظهرت في ضغط كالبليل وظهرت تكبر وتتخيخ وصار لحم وتساخن وفي ظرف 10 أيام أصبح كالخيال وتناثر الكل من جسده. ولما رأى زعم زوجها على هذه الحالة التعسة حزن وبكت بكاء مرة وكان أيوب عزيز قال لا تبكي فقد استخدمت ربي بنعمة ولا تحزني أن لها في احتمال هذا المرض أجر عظيم عند الله. فلما سمعت رحمة كلام أيوب ورأت احتماله تعدت ومسعت دموعها وحملت زوجها المبتلى وخرجت به خارج المدينة وجعلت تحته رمادا كما قال لها. ولما رأت صبر وشكر حصل عندها هي أيضا شيئا من الصبر وشكر الله.